سندوتشات المدرسة بالفينو تاني؟ لأ، جربي بقى تعملي لهم العيش دوت وهيعجبهم جدا. ده بشوية مية وبشوية دقيق هتقومي تعملي أحلى وأطعم عيش طعمه حلو جدا كده، ينفع في الحلو وينفع كمان في الحادق. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. من غير فرن خالص، وهتعمليه على عين البوتاجاز في الطاسة عندك وهتسويه بسرعة جدا. عايزة اقولك كمان وكله منفوخ زي ما انتي شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. احلى واطعم سندوتشات تقدري تعمليها بالعيش دوت. وداعا بقى للسندوتشات اللي متعودين عليها، وجربي بقى تعمليه. بعمل كمية كبيرة وبشيلها في الفريزر، بتنفعني بصراحة طول ايام الاسبوع مع الولاد في المدرسة. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وحطي اللايك بتاعك، ولو مش عاملة متابعة للصفحة يلا بسرعة اعملي متابعة، لان فيها شوية فيديوهات حلوة قوي موجودة عليها. اول حاجة بقى طبعا معلقتين كبار من السكر، ومعلقة من الخميرة، كوباية من الشرش بتاع الجبنة اللي عملناها امبارح، ربع كوباية من الزيت. مش ربع، ممكن نقول 3 معالق من الزيت، اقل من الربع شوية. هنزل بكوباية دي بعد ما قلبت كل المكونات دي مع بعضيها، وطبعا كوباية الدقيق هقلبها بالشكل دوت كده. هنزل كمان بكوباية تانية، وبرضو مستمرية في التقليب. طبعا في الكوباية التانية هتبدأ اللي هي تتقل معايا. هشيل بقى المضرب وانزل بالكوباية التالتة وابدأ اللي انا اعجن بايديا. انا هنا هستخدم 3 كوبايات ونص من الدقيق. بعد كده بعد ما لميتها بايديا، انا عايزه العجينه تكون طريه قوي ولينه وبتلزق بسيط جدا. حطيت شويه دقيق وسبتها تخمر كده لمده نص ساعه، طبعا على حسب درجه حراره المطبخ عندك. بعد ما خمرت معايا هبدا بقى ان انا اجيب عندي مفرش سيليكون زي دوت، او على الرخام على طول، واحط عليهم احط على الرخامه شويه من الدقيق. وابدا بقى ان انا اكورها كرات كده متوسطه، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. والكوره طبعا ترجع لك على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. هخلص بقى الكمية كلها بنفس الطريقة ونفس الشكل كده، مش بتاخد مني وقت خالص. بعد ما خلصتها هغطيها بكيس بلاستيك او فوطة نظيفة. هجيب اول واحدة وابدأ ان انا افردها بالشكل ده. انا هحاول ان انا افرده طويل كده شوية عشان يبقى عامل زي رغيف الفينو كده. يتحط فيه بقى قطعة جبنة رومي طويلة كده، يتحط فيه صباع كفتة، سوسيس اللي احنا عملناه، البانيه الشركات، الحاجات اللي احنا عملناها مع بعض على مدار الاسبوع اللي فات. هخلص بقى الكمية كلها، وطبعا انا برش رشة دقيق بسيطة كده. بحطه بقى على فوطة نظيفة وبغطيه بفوطة. طبعا عشان ينفخ معاكي لازم تسيبيه يخمر كمان بعد ما تخلصيه فرد فيه. بعد كده هاخد بقى اول واحد انا ابتديت بيه. الطاسة طبعا سخنة جدا لكن النار هادية. هشمعه كده لمدة ثانية واحدة على الوش ده، وثانية كمان على الوش التاني. وببدأ اللي انا اقلبه بالشكل دوت كده، هيتنفخ معايا بالطريقة اللي انت هتشوفيها دلوقتي. عايزه اقولك بسم الله ما شاء الله، كل العيش اللي انا عملته نفخ، لاني طبعا انا مدياله حقه في العجن وكمان في الخمر. اهم حاجه تسيبيه يخمر شويه كمان على فوطه، وتغطيه طبعا بفوطه عشان ما ينشفش او يعمل وش كده مش حلو. طبعا بقى بنطلعه على فوطه وبنغطيه برضو بفوطه عشان ما ينشفش مننا. كمية كلها بسم الله ما شاء الله. طبعا الحجم بتاع الرغيف يرجع لك انتي، سواء عايزاه كبير شوية او صغير هيبقى تمام. اهم حاجة بس تكون طاسة ما بتلزقش، لان الالمونيا بتسخن بسرعة جدا. ينفع يا هبه نحطه في الفرن ونريح دماغنا؟ ايوه ينفع طبعا. حطيه في قلب الفرن ورصيه في صينيه ودخليه، بس الفرن يكون سخن قبلها ب10 دقايق على الرف الوسطاني من غير شوايه، على النار من تحت. بصي بسم الله ما شاء الله، بدأ اللي هو يتنفخ معايا ازاي. كل الكميه نفخت معايا وبقت خطيره. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وكمان تشيري بقى الوصفة على صفحتك لصحابك وحبايبك عشان الكل يستفيد. بصي بقى الكمية اللي طلعت، عايزة اقولك طعمه حلو جدا. ما تنسيش رشة الملح، انا يمكن ما قلتهاش لكن انا حطيتها. خطير يا جماعة، طعمه حلو قوي ولذيذ. ينفع كمان يتعمل اي سندوتشات، سواء حلو بقى او حادق، المتوفر عندك حطيه جوه اللانش بوكس. دي الجبنة بقى اللي انا عملتها، نزلت لكم امبارح، لو عايزينها قولوا لي اسيبها لكم في الكومنتات. خطيرة، جبنة دوبل كريم، حاجات طبيعية موجودة عندنا في البيت، نقدر نعمل بيها الجبنة تقعد عندنا يومين 3 في التلاجة لسندوتشات المدرسة.